يا ابن عمي يا حرام. على شو زعلانة لك امي؟ على ابن عمي يا مو. يو ما على سمع ابو عزو. كفيلي يا مو شو صار بعدين؟ مثل ما قالت لك اختك عفاف، ضربها سكينه وكان رح يروحها قتل، بعد ما هي بعضمة لسانها فوزية اعترفت له، بس ربك نجاها من الموت. على كل حال لسه ما بنعرف اذا بدها تموت ولا لا. بتستاهل، الله لا يقيم الشده عن قلبها يا حق. يا علي عليك يا ابن عمي، يا علي عليك. والله ابو عامر ما بيستاهل هالشيء، لا والله ما بيستاهل. يا بي انا بدي اروح لبيتي. شو هالحكي لك بنتي؟ بعد كل شيء سمعتيه بدك ترجعي له لابو عامر؟ ايه يا مو، لازم ارجع له لابن عمي، هلا هو بعاستي اكثر من الاول. بس يا بنتي ام عزه سكري تمك. حاضر. الله يوفقك يا مو، بدي ارجع لبيتي، حرام ابن عمي. اصيله يا كامله، اصيله. شو يعني ابن عمي؟ بدك تخليها ترجع لابو عامر بعد كل الفصول اللي سواها فيها؟ بضل جوزها ولازم توقف معه بوقت الشده، لكن لشو اسمها مرته وعايشه معه على الحلوه والمره؟ يعني انت هيك رايك ابن عمي؟ ايه نعم، ابو عامر رغم كل شيء سواه معنا بضل معذور، لذلك لازم نوقف معه وقت الشده، مو نشمت فيها معزه. طيب اختي خليكي عنا كم يوم، الله يخليكي. لا يا عفاف ما فيني، ابن عمي لما كنت محبوسة كان يضل يشق علي ويجي يزورني، وهلأ واجبي أنا وقف معه. يا بي الله يخليك خدني لعند ابن عمي. تكرم عينك، بس تتغدي وترتاحي لك شوي انا بذات نفسي بوصلك لعنده، شنو إلي شغل معه كمان. أمرك يا بي.